كوكو ميزامي سافا لاباس، انا سافا الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وسهلة وتخرج كمية كبيرة ما شاء الله. نقدروا نستعملوها للاستعمال المباشر ولا نخبيوها في الثلاجة هكا في علب، والوقت اللي نحبوا نستعملوها نجبدوها. نبداو بسم الله. الوصفة تاعنا هذه نحتاجو 250 مرقارين، عندنا زوج عظمات، توابل، شوية دبشة، وعندنا الفارينة اللي هي الدوبل تاع الزبدة 500 غرام. اول حاجة عندنا الزبدة، قصوها طريفات صغار ونحطوها في الاشوار. اللي عنده يستعملوا، اللي ما عندوش عادي بالايدي فقط. عندنا هنا زبدة وفارينة وتوابل، وعندنا العظام. انا هنا الكمية قسمتها على زوج، منها الاشوار تاعي صغير صدرتها على زوج مرات. ونحط الملح اكيد. اذا جاتنا العجينة تاعنا يابسة نزيدو لها زوج مغارف تاع ماء. هذه هي العجينة سهلة وبسيطة وتخرج لنا كمية كبيرة. واكيد راح في الاخير تاع الفيديو راح نحط لكم وصفة تاع الكيش بالسلق بنينة تهبل. التوابل اللي استعملت درت هنا ملح، توابل دجاج، عندي ثوم بودرة، دبشة، فلفل اسود، تحبوا تحطوا فلفل احمر، المهم التوابل اللي تحبوا. نبقى نضغط هكا بشويه ونحبس حتى تولي لنا العجينه هكا. هنا هي بدات تسلم لي، ولات عباره عن كتله. هذا هو القوام المطلوب. هنا الكميه الثانيه اللي حب يديرها هكا عادي بالاصابع فقط، يحط كلش مع بعضه. عندنا الزبده، الفارينه، العظمه، وعندنا التوابل، ويخلطهم بيديه فقط. هنا العجينه تاعي الكميه الثانيه كانت شويه كبيره، زدت لها الماء باه تتلم لي. لموها مع بعضهم ونبدا لم فيها حتى نتحصل على عجينه رطبه ما فيهاش شقوق. هنا ما زالت شويه، نزيد نكمل نديرها هكا بالاصابع. نبقى هكا حتى تولي هنا ها عجينه طريه ورطبه. نخليها ترتاح اكيد حوالي نصف ساعه في الثلاجه، باه من بعد كي نوليو نخدموها العجينه تاعنا ما تهبطناش في المول، تكون طريه هكا. نخليها ترتاح، نغطيها اكيد بكيس بلاستيكي ولا في بابي فيلم ونخليها تريح، لازم تريح. بعد ما تريح العجينه تاعنا نبدا نشكل فيها. انا وزنت الحبات تاعي هنا 33 غرام، ونبدا نشكل فيهم بالاصابع فقط هكا.
تتولي قد الحجم تاع لي مول تاعنا. المهم استعملوا اي مول عندكم في الدار. انا كان عندي شحال من نوع استعملتهم باه ننوع، بعدا كي نطيبهم باه ننوع في الاطباق تاعي. لازمنا نثقبوهم هكا من العجينه هذه فيها العظام والزبده راحين يتنفخوا. نثقبهم هكا بالفرشيطه كامل ونخليهم يرتحوا شويه ثم نحطهم يطيبوا. هنا اللي يحب يستعملهم استعمال مباشر يطيبهم من تحت ومن فوق، والله كيما انا خبيتهم من هالكميه هذه كبيره، تخرج كميه كبيره بزاف ما شاء الله. درتهم من تحت، طيبتهم من تحت فقط وخبيتهم في الثلاجه، والوقت اللي تحبوا تجبدوهم. هام هنا بعد ما طيبتهم من تحت فقط، هذا هو الشكل النهائي. هكا بعد نخليهم يبردوا مليح ونحطهم في علب ونخبيهم. ودركا راح نمدلكم وصفه تاع لي كيش بالسلق ودجاج، وصفه بنينه والشكل تاعها باهي. الوصفه تاعنا تنهار اليوم عندنا سلق، عندنا دجاج، فرماج، لكيش، عندنا توابل وعندنا طماطم. في مقله نحط نصف حبه طماطم، زيت، نحطو دجاج ونبقى نخلط فيهم هكا، ثم نحط ملعقه صغيره طماطم مصبره. هنا راح لي الفيديو بالك. المهم عندنا شويه سلق ونخلط المكونات كامل مع بعضهم، وفي الاخير قبل ما يطيب السلق تاعنا نحطو شويه ملح وشويه توابل الدجاج وشويه تاع ثوم بودره. المهم توابل اختياريه، كل وحده واش تحب تحط. نخلي الخليط تاعنا هذا يطيب مليح ونجيب ليكيش تاعنا، نحط ليكيش ومن بعد نحط كميه من السلق ومن بعد فرماج ومن بعد الكريات الدجاج هذوك اللي طابوا من قبل، نحطهم في الفرن يطيبوا من فوق برك من تحت طايبين. الفرماج هذاك تاعنا يذوب وخلاص، نزينوهم بشويه تاع دبشه، وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء، أمسية طيبة وصحة فطوركم من بعدها. باي.